مساء الخير يا خالتي، عامله ايه؟ وحشتيني قوي قوي. ازيك يا بنتي؟ تعالي، جيتي في وقتك. انا كنت لسه بنظبط دلوقتي ورايحين مشوار مهم. ابنك يا خالتي كان منور في التلفزيون، كان زي القمر. عقبال يا خالتي كده ماشي فيها عريس والجوازين. تعيش يا بنتي، كله قال لي ان ابني كان منور في التلفزيون قوي. واو، ما انا هو ده المشوار المهم اللي هقول لك عليه، وانت صاحبتك ما قالتلكيش اياه. ما ها رايحين نخطب له عبالك. ده انا قلت صاحبتك قالت لك. صاحبتك اللي في مصر دي احنا مستنيين العربيه تاخدنا دلوقتي رايحين نتقدم لها. رايدها الواد وهيحبها. بجد؟ ايوه بقى. مين بقى ديت المحظوظه بنت المحظوظ اللي هتتجوزوا؟ ها؟ وكمان من ورايا يا خالتي ماس. مين؟ واحد تقصد البت هاله اللي كانت معاها في التلفزيون دي، اللي هي في مصر؟ هي دي قصدك عليها؟ ايوه هي دي. ما انا عارفه انها قالت لك وهي صاحبتك، ما تخبوش على بعض حاجه. يلا عبالك يا بنتي. يا لهوي، وما لقيتوش غير البت الصفرا دي؟ ما سجلتش عليها اللي هي خالتي من الاول؟ ها؟ واه، تقصدي ايه يا بنتي بكلمه ما لقيتوش غير دي؟ انا خابره انها من زمان صاحبتك. ايوه عايشه في مصر، ولكن انتوا صحاب من زمان، من قبل حتى ما تسيب الصعيد وتسافر. وحتى لما مشيت وسافرت على مصر انا خابره انك هتتواصلوا مع بعض وتشوفوا بعض. وابني كمان هيحبها ويحترمها، وكل الناس هتقول انها زينه. ما تفتميني يا بنتي وقولي لي فيه ايه؟ ده جواز مش لعب عيال. ولو في حاجه يا بنتي قولي لي اوقف ابني ما يروح لهاش. يا لهوي عليها، ده انا خبريها زين البت دي. عارفه غلطت معاها وماشيه تحب في ده شويه وتكلم في ده شويه، وانا اقول لها يا بت عيب يا بت تلمي، وقدام الناس عامله فيها قديسه. عارفه يا خالتي انا كلمه تمه عشان بس ما تشبهناش، قمت رازعاها بالبلوك النمائيه. وبقيت انا خالص البت الصفرا دي. يا ويلي، كل ده ماشي مع الشباب وكل يوم مع واحد وبتضحك على ولدي؟ مين اللي قالك الكلام ده يا بنتي؟ ومتأكدة منه ولا لا؟ طب وكيف عاد؟ كيف ده ابني ما قاليش حاجة واصل عليها والناس كلها هتحكي عنها انها زين. انت ليه هتقولي كده عنها؟ شفتي حاجة يعني؟ شفتي حاجة بعينك؟ يا غلبك يا ابوي. طب وانا كيف ولد هيروح يخطبها دلوقتي واقول له ايه؟ يا خالتي البت دي البنات البندر كتير، يعني هي جت على ديت وتاخدوها؟ اقول لك على حاجه يا خالتي، اصرفي نظر، وكمان يا ريت ما تجيبي السيره لولدك. انا قلت لك وخلاص، ده اللي خلصني عليه ربنا كده وضميري. يلا يا خالتي سلام. كيف عاد مش عايزاني اقول له يا بنيتي؟ وانا اسيبه على عماه كيف؟ يعني انت خايفه انه يزعل منيكي وانا ما اقولوش بيتدبس في واحده مش كويسه؟ مش هتقولي بتطلع في التلفزيون وبتكلم ناس كتير وماشيه مع الشباب وفي حاجات ماسكينها عليها الناس وعامله لك مش عارفه قال بلوك وحاجات كتيره ومش راضيه تكلمك وانت نصحتيها وما رضيتش تسمع كلامك. كل ده كان فين يا بنيتي؟ ما قلتش ليه من زمان؟ مخبراش ان ابني مش جايلك وكنت فاكره انها صاحبتك وجايلالك. ليه يا بنتي؟ ليه يعني؟ لا انا لازم اقول له، ده ابني وانا لازم اقول له. يلا يا بسرعة قبل ما اروح اغير الكبدة والبس لبس غير كده عشان العربية قربت تيجي. بقول لك ايه يا ولدي، اصبر حبتين وما تستعجلش، والغي العربية دلوقتي، عايزة اتحدث معاك في كلمتين مهمين ما ينفعش يتأجلوا يا ولدي. خير يا ام؟ في ايه؟ لا مش خير يا ولدي، مش خير واصل. خطيبتك اللي انت رايح تخطبها دلوقتي صاحبتها وعشرة عمرها قالت كلام عليها واعر، وانا ما اقبلش ان مرات ابني تمشي تكلم الشباب كلاتهم وتطلع في التلفزيون ماشي، ولكن تكلم الشباب وليها تسجيلات وليها مش عارفه كلام وحديد مع ناس كتير. وصاحبتها عافرت انها تهديها وتصلحها من اخلاقها، رفضت وسابتها وما رضيتش تكلمها تاني ولا رضيت تتحدد معاها واصل. كيف يا ولد انت عايز تخطبها؟ انت عارف ان احنا ساعات. ايه دي يا ست الكل؟ الكلام ده كله مش حقيقي، الكلام ده كله هي مألفاه عشان متغاظة منها وبتحقد عليها. هقول لك السبب وامري لله. طبعا انا ما كنتش عايز اقول، ولكن هي اللي اجبرتنا ان احنا نحكي. سميرة هي اللي كانت بتعمل كل الحاجات اللي هي قالت عليها، مش خطيبتي. خطيبتي كانت واخداها صاحبة وصديقة، وكانت دايما تنصحها ان ما تعملش كده. كانت بتعمل حاجات اكتر من كده، كانت بتأذي نفسها. ولما خطيبتي حاولت ان هي تصلح اخلاقها رفضت، فخطيبتي حذرتها من على كل حاجة عشان ما تتوصلش معاها، علشان تبقى تشيل مسؤوليتها. لكن طبعا الاخت سميرة
ما سابتهاش في حالها، وجت رسمت عليا الحب وكانت عايزة إن أنا أسيب خطيبتي وأخدها. وطبعا أنا رفضت لأن أنا عارف أخلاقها. لما سميرة ما عرفتش توصل لخطيبتي وشايفاها ناجحة وبتظهر معايا في التلفزيون والناس كلها بتحبها، بدأت تسوق سمعتها وتمسك ده وتشكي له وتمسك ده وتحكي له علشان ما عرفتش توصل لي. لكن صدقيني يا أم، خطيبتي أنضف بكتير من كل الكلام اللي هي بتقوله، ومظلومة وكل حاجة كانت على ايديا. صدقيني يا أم، أنا مش هاخد حد مش كويس، ومش كل اللي بيتقال على الناس يبقى حقيقي. طب وليه يا ولدي هتقول عنها كلام زي ده لو مش مظبوط؟ يا ولدي ما تخليش الحب يعمي عينيك، وفكر واسأل كويس. ده جواز مش لعب عيال، ودي هتشيل اسمك وعيالك كمان لازم يتشرفوا بيها. ودي صاحبتها وعشرة عمرها، ويا ما شفناهم مع بعضيهم يلعبوا ويضحكوا وفي حزنهم وفي فرحهم تميتهم كانوا عايشين مع بعضيهم. يعني ما اظنش يا ولدي انها تقول فيها كلام يودي في داهية زي كده. للأسف يا أم، ما هو ما تجيش المصايب غير من الحبايب. يعني الإنسانة اللي وثقت فيها ووقفت جنبها وياما أكلوا عيش وملح مع بعض وياما ضحكوا وياما ساعدتها في حاجات كتير، خانت ثقتها وخانت محبتها وبتقول عليها كلام مش كويس. طب ما هو ما سمعتش كلامها ولا حبت تتغير. يعني انت ولا تتغيري ولا تسيبيها في حالها، خليها تقول اللي هي عايزاه. واه، معقول يا ولدي في غل وحقد للدرجة دي؟ يعني هي اللي كان فيها كل العبر دي وحطيتها في خطيبتك علشان بس خافت انها تقول سرها، وعلشان شايفاها ناجحة وشايفاها الناس كلها حباها؟ بس يا ولدي يعني ما تزعلش مني، كلامها واعر وكلامها هيوصل للناس، واحنا سعايدة يا ولدي، والعيار اللي ما يسيبش يدوش. ولا ايه يا ولدي؟ بلاها منها الجوازة دي، حتى لو كان كلامها مش صح، بلاها منها. يا أم، مفيش حاجة اسمها العيار اللي ما يسيبش يدوش. كده احنا بنظلم ناس بريئة ونسمع لناس جواها حقد وغيرة وكره وجواها قلة الأخلاق. يا أم، لو احنا هناخد كل كلمة تتقال على الناس يبقى الناس كلها تطلع وحشة، لأنك عمرك ما تعجبي حد، وعمر ما كانت الناس كلها صادقة في كلامها. لازم نتحقق ولازم ما نظلمش حد بالباطل. هي إنسانة مش كويسة وشايفة الناس كلها بتعمل زيها وغيرانة من نجاح خطيبتي ومحبة الناس ليها. ده غير كمان إنها قايلة لخطيبتي على أسرار صعبة إنها تتعمل، وشايفة إن هي معرية نفسها قدامها، ففاكرة الناس كلها بتعمل زيها. يا أمي صدقيني أنا خطيبتي إنسانة جميلة ومحترمة، ومحبة الناس دي حاجة جميلة، ومش معنى إنها بتطلع في التلفزيون وبتكلم الناس على حسب شغلها يبقى هي ماشية تحب الناس. انتوا كمان لازم تخلوا بالكم من اللي بتسمعوه عن الناس، ومش لازم تتهموا الناس مجرد السمع. سهل قوي في الميديا الناس تقول إشاعات، وده يكره ده وده ينافس ده وده بيغير من ده وده بيحقد على ده. أو واحد يكون أخلاقه مش كويسة وشايف إنسان محبوب فيقول عليه كلام مش فيه، وإحنا نصدق. أصلنا عايزين نطبل، عايزين جنازة ونشبع فيها لقب. خلوا بالكم، سيرة الناس مش سهلة، وأعراض الناس مش وخلاص. بلاش تصدقوا اللي بتسمعوه، وبلاش تظلموا الناس بأقاويلكم. ومش كل اللي في الميديا قديسين، هو اللي كل اللي في الميديا شياطين. لكن في ناس محترمة كتير، ناس محبوبة. بس لما محبوبة هتلاقي ناس كتير قوي تغير منها وتحقد عليها وتطلع كلام مش فيها، وجايز الناس تصدق علشان الناس عايزة تصدق. 3 أنواع من الناس ممكن تحكي عنها: اللي شايفك محبوب وناجح وهو غير كده ومش عارف يوصل ويعمل زيك، فأكيد هيحقد عليك ويسوء سمعتك. اللي انت كاشف سرك قدامه وعارف ان انت عامل أخطاء كتير قوي وشايفه محترم وما ماشيش معاك في نفس الطريق ومعرفش ياخد منك سكة غلط أو يشوفك بتعمل زيه، فحاسس ان انت ممكن تقول سره، أو حاسس ان انت مكشوف قدامه فكل اللي فيه هيجيبه فيك. أو الإنسان اللي شايف ان انت بتملك حاجة نفسه فيها وعايزها وهو مش عارف يوصل لها، فبدل ما تاخدها يدمرك ويفسد أي علاقة بينك وبين الناس. وفي الأول والآخر دي بتكون قلة محبة وقلة أخلاق وقلة ضمير. إحنا في الميديا بنخدم
كل واحد بيخدم بحاجة. آخر حاجة عايز أقولها لكم، بلاش تظلموا حد. لا تقولوا كلام ما حصلش، ولا تسمعوا كلام وتصدقوه وانتوا ما شفتوش بعينيكوا وتظلموا الناس بالزور. ولو شفتوا حد بيخطأ صلوا له، مش تشهروا بيه. الميديا مليانة، فيها الحلو وفيها الوحش، فيها الطيب وفيها الشرير، يخدم ذاته وشهواته تحت مسمى خدمة ربنا، وبيخدع الناس، بيخدع البنات. وفي اللي بيحافظ على كل كلمة تطلع منه، وعد وعهد قدام ربنا إن يقدم الخدمة دي كويسة. بلاش نجيب سر بعض، بلاش نحكي بالزور على بعض. خلي بالكم من نفسكم من أبديتكم، وخلي خدمتكم لربنا قبل ما تكونوا زواجين.